ومين فينا اول ما سمع ان مصر هتلاعب بلجيكا ما توقعش ان احنا هنشيل 7-0 مستريح. انا عن نفسي مش هكدب عليكم، اول ما سمعت الخبر ان مصر هتلاعب بلجيكا دمي اتحرق. دمي اتحرق ليه؟ عشان قلت احنا مش فار تجارب ان هم ياخدونا يجربوا علينا خططهم ويجربوا علينا ستايل الكرة الافريقية عاملة ازاي لمجرد ان المغرب معاهم في مجموعتهم في كاس العالم. ولكن ما كانش في حد عارف اللي بيدور في دماغ المدير الفني القدير روي فيتوريا. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن فوز منتخب مصر على منتخب البلجيك. الفراعنه فازوا على بلجيكا المصنف الثاني عالميا. ولكن قبل ما نبدا الحلقه انا عندي حاجه بس لازم اعرفها، يعني سؤال مهم جدا لازم حد يجاوبني عليه. سؤال يا جماعه الخير، هو مش النهارده الجمعه؟ النهارده الجمعه. هو مش كاس العالم اللي هو المونديال يعني هيبدأ بعد بكره اللي هو يوم الاحد؟ يعني فاضل اقل من 40 ساعة على بداية المونديال. الإجابة فاضل 40 ساعة على بداية المونديال. السؤال بقى اللي لازم حد يجاوبني عليه، ايه اللي مقعد مدرب بلجيكا الأهطل ده في الكويت لحد النهارده؟ مبدئيا كده عشان نكون واضحين، اللقطة أو اللقطات المبهجة عامة في الشوط الأول على مستوى الشوط كله بخلاف لقطة الهدف اللي جابه مصطفى محمد في الدقيقة 33 كان بطلها هو شخص واحد بس، بطل اوحد للشوط الاول او بالتحديد في اول 30 دقيقة، اسمه سوبرمان احلام الجماهير المصرية اكرم توفيق. وهنا ساسكت قليلا. ومتى هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير، لهذا النجم، لهذا الكبير، لهذا النجم، لهذا الكبير، لهذا النجم، لهذا الكبير. انا يا ابني خلصت فيك كل الكلام وكل الاشعار وكل المدح وكل الاقتباسات العربية في بيوت الشعر وفي كل انحاء العالم. انت يا ابني اقسم بالله قلتها زمان والناس اتريقت عليا، لو معانا 11 اكرم توفيق هناخد كاس العالم، هناخد كاس العالم. النهارده اكرم توفيق بيلعب عليه هازارد وكراسكو نجم ريال مدريد وتشيلسي سابقا ونجم اتلتيكو مدريد والوحيد اللي فايق في اتلتيكو مدريد السنه دي، حتى واتلتيكو مدريد واقع كراسكو فايق. ولعب عليه اللاعب رقم 20 اللي نزل في اخر تقريبا ربع ساعه، بيقول لك من احسن المواهب الطالعه في مجال الكوره دلوقتي، وبيقول لك ان هو نجم استاد رين ومن المتوقع ان هو في خلال سنه او سنه ونص هيروح لفرقه من التوب 5 في دوريات العالم. ولكن بص اكرم توفيق عمل عليهم ايه. بص قبل كده اكرم توفيق لما لعب على حمدو الهوني نجم الترجي ونجم افريقيا الاوحد في الوقت اللي هو اكرم توفيق لعب على حمدو الهوني وقتها، بص اكرم توفيق عمل ايه في حمدو الهوني. بص بن شرقي اللي كان جمهور الزمالك عمال طالع بيه السما، بص لما لعب على اكرم توفيق حصل ايه في ماتش ال5-3. بن شرقي ساب له الحته دي تماما ودخل في نص الملعب في عمق هجوم نادي الزمالك، ولما دخل في عمق الملعب جاب جون. لكن لما كان في حته اكرم توفيق ما كانش بيشم كوره. بص ساعتها مين لعب على اكرم توفيق بعد ما بن شرقي دخل اليمين؟ زيزو نجم الزمالك ونجم الدوري المصري وهداف الدوري المصري وقتها وكان احسن لاعب في الدوري السنه ديت. اكرم توفيق لما لعب عليهم كلهم حطهم في جيبه. الماتش اللي اتصاب فيه اكرم توفيق في ماتش نيجيريا في كاس الامم، في بدايه كاس الامم، اكرم توفيق كان موقف الجبهه الشمال بتاعه نيجيريا الهجوميه. الولد ده لو معانا 11 منه اقسم بالله ناخد كاس العالم مستريح. وزي ما انا لسه قايل لك ان اكرم توفيق كان هو بطل اول نص ساعه في ماتش مصر وبلجيكا، اول عمليه ضغط منظم وضغط عالي يعمله منتخب مصر على منتخب بلجيكا في منطقه بناء لعبه على حدود منطقه جزاء منتخب بلجيكا ارتبك وما عرفش يطلع بالكوره، وقد كان الكوره بتتلعب لدي بروين ومصطفى محمد بيلاقي الكوره بتطول من دي بروين فبيقول له اهدى بس بتعمل ايه؟ الكرة طولت من دي بروين افضل صانع العاب في العالم حاليا. مصطفى محمد بيخش ياخد الكوره من دي بروين، مصطفى محمد بتاعنا، ومش بياخدها بس كمان ده بيلبسه كوبري. مصطفى محمد بيلبس دي بروين كوبري، وفي لحظه تجلي وثقه بالنفس غير متناهيه مفيش كلام يوصفها من مصطفى محمد، ولازم الواحد يديله حقه يعني في الكوره ديت. مصطفى محمد بعد ما بيلبس دي بروين الكوبري في لقطه ما بتتكررش كتير في هجوم المنتخب المصري، ان لعيب يكون معاه الكوره ويشوف محمد صلاح قدامه ولو اداها له هيبقى محمد صلاح انفراد، ومصطفى محمد ما بيكررش ان هو بعد اللقطه المبدعه دي ان هو يدي الكره لمحمد صلاح، وبيقرر ان هو يثق في نفسه
ويثق في امكانياته ويقف صح ويوجه الكوره بدون تفكير في اقصى الزاويه اليمنى لتيبور كورتوا، الحارس الاول والاوحد والاقدر والاجمل والاعلى صدا للكرات في العالم، عشان يوديها في الزاويه التي يسكنها الشيطان. بالنسبه لتيبور كورتوا، الحارس اللي تكفل بانه يخلي محمد صلاح اضحوكه العالم كله من كام شهر بس. يا مصطفى ده بجد تفوقت على نفسك في الكوره دي يا ابني، مفيش كلام يوصفك. يا ريت تكمل على نفس المستوى ده من الإجادة، عشان ينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0، النتيجة اللي فرحت الشعب المصري كله وفاجئت الشعب المصري كله بصراحة، لأن احنا من بعد كيروش وقرف اللي شفناه مع كيروش مرورا بإيهاب جلال ما كناش متوقعين من منتخب مصر ده ان هو يعمل حاجة مفيدة، لأن الأحلام وطيت قوي والطموحات نزلت قوي، عشان كان معانا 2 مدربين على الله حكايتهم مش فاهمين حاجة في الكفتة ومسكوا منتخب مصر صدفة وتصادف يا عم هيصة. وبصوا هنا يا جماعة فرق العقلية بين مدرب بجد وزلنطحي فاشل، مدرب اسمه روي فيتوريا ومصلحجي اسمه كارلوس كيروش. الاتنين في حالة استحواذ خصمك على الكورة، الاتنين بيدافعوا بيوقفوا اللعيبة صح، ولكن الفرق هنا بيبان في حالة ان الكورة معاك، ساعتها انت بتعمل ايه وبتتصرف ازاي. بص النهارده منتخبك وهو بيلعب ضد المصنف الثاني عالميا، الفريق اللي من كتر النجوم اللي فيه المدرب مش عارف يلعب مين ويسيب مين جنبه على الدكه، بس اول ما بتاخد من منتخب بلجيكا الكوره انت كمنتخب مصر كوره والتانيه لعبه والتانيه بتوصل، انت عارف انت بتعمل ايه بالكوره بفضل الله. الوحيد في مصر تقريبا اللي كنت ضد نغمه الجيل ده اخره كده، الجيل ده امكانياته كده، الجمله الكليشيه اللي كانت بتتقال وقت كارلوس كيروش وكمان كملت معانا وقت ايهاب جلال، وقلت يا جماعه الجيل ده من احسن الاجيال اللي جت في تاريخ الكره المصريه، من احسن الاجيال، ما قلتش احسن جيل، من احسن الاجيال، وضد التقليل منه تماما لان لعيبته كلهم عندهم امكانيات. انت عندك في كل خط من خطوط الملعب الاربعه، سواء حراسه المرمى، الدفاع، نص الهجوم، كلهم فيهم نجوم على مستوى عالي جدا من الكواليتي، على مستوى عالي جدا من العقليه والدرايه الخططيه في الملعب، على مستوى عالي جدا من اللعب والتمرين والحياه كلها وسيستم الحياه عامه في دول اوروبا وفي انديه اوروبا، بل انهم مش في مجرد انديه عاديه. انت عندك ناس كانوا بيلعبوا في استون فيلا وليفربول وارسنال وجالاتا سراي، وكان عندك منتخب في كل خط فيه نجم، كانوا يطلعوا يقولوا لك لا اصل الجيل ده اخره كده، الجيل ده امكانياته كده، وكارلوس كيروش عامل من الفسيخ شربات. وانا كنت بطلع اقول يا جماعه انتوا عبط، يا جماعه انتوا هبل، انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ مش كده، مش على الناس دي يتقال كده. ادي نفس الجيل ونفس الاسماء ضد منتخب بلجيكا، مش ضد منتخبات افريقيه. شفتوا النهارده كان منظرنا عامل ازاي في الملعب، وشفتوا النهارده الكوره لما كانت بتبقى معانا كان بيبقى شكلنا عامل ازاي ووقفتنا في الملعب عامله ازاي. شفتوا النهارده كام كوره اتصدى ليها تيبو كورتوا الحارس الاول في العالم ضد منتخب بلجيكا. يا جدعان احنا بنلعب ضد بلجيكا، احدى المرشحات للتتويج بكأس العالم، مش مجرد المشاركه المشرفه. اهو بالاداء اللي انت لعبت بيه النهارده قدام بلجيكا ده، مع العلم انك عندك نواقص. مين النواقص ديت؟ انت عندك الونشي وفتوح ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وعمرو السوليه، دول متصابين، دول فرقه لوحدهم. وعندك مين بره قاعد على الدكه؟ امام عاشور وزيزو، دول فرقه لوحدهم. انت عندك 7 لعيبه توب في كل واحد منهم يشيل خط لوحده، 7 لعيبه مصابين، وبتلعب ضد بلجيكا وعملت الاداء ده بنفس اللعيبه اللي كانت مع كارلوس كيروش ما كانش عامل بيها اي حاجه، وكنا مهزقه الامم في كاس الامم. بفضل الله الوحيد في مصر كلها تقريبا في عز الزيطه والتطبيل للفاشل اللي اسمه كارلوس كيروش، كنت بقول ان كارلوس كيروش ده معاه جواهر بس هو كبتها ومحسسها ان هم اقل من منتخبات افريقيا كلهم، وكان موصل الاحساس ده كويس قوي للعيبه، وكان موصله لنا احنا كمان كشعب بدعم من اعلامنا. للاسف الاعلام الرياضي المصري كان بيطبل وينفخ في كارلوس كيروش ده كانه المهدي المنتظر اللي هيجي ينقذنا من الازمه اللي عمرنا ما هنشوف زيها، وهو اللي هيدخلنا الجنه، ومش هنخش الجنه غير على ايد كارلوس كيروش، في ظل ان كل منتخبات وانديه العالم وكل منظمات الكره الرقميه كانت بتقول ان منتخب مصر بيلعب بخطه عقيمه اسمها 5-5-0.
كان كارلوس كيروش موصل للعيبه احساس ان انتوا اقل من كل اللي حواليكوا دول، وان كل دول محترفين في اكبر انديه اوروبا، وانتوا يا عيني جايين من دوري محلي تعبان في افريقيا، فما ينفعش ان احنا غير ان احنا نقف قدامهم وندافع ونحافظ على الكوره، ولو جبنا جون يبقى خلاص كده احنا خدنا كل اللي احنا عايزينه من الدنيا، لازم ندافع عن الجون ده وكانه شرفنا. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا عمرنا ما كنا كده كمنتخب مصر، احنا طول عمرنا منتخب هجومي وصاحب الشخصيه وصاحب الاسبقيه. اسالوا جيل حسن شحاته، واسالوا جيل الجوهري، واسالوا كل 7 نجوم، ما فيش حد زينا في القاره، لكن لحد ما جه كارلوس كيروش كبتنا. مش رايح تختار لي قائمه مكونه من عمر كمال عبد الواحد ومصطفى فتحي ومروان حمدي وحسين فيصل وعمر مرموش، وتقول لي اصل انا اللعيبه دي اخرها كده والجيل ده امكانياته محدوده؟ ده انت اللي امكانياتك محدوده. في النهايه يا جماعه انتوا قدام تجربتين، تجربه مدرب اسمه روي فيتوريا مع منتخب مصر في ثالث مباراه ليه بيلاعب بلجيكا المصنفه الثانيه عالميا على مستوى المنتخبات وبيكسبها 2-1 باداء ونتيجه، مش مجرد نتيجه بس واخطف واجري. ومن الناحيه الثانيه كان في مدرب فاشل مصلحجي اسمه كارلوس كيروش، لعب بطوله كامله من اولها لاخرها اسمها كاس العرب، كنا مهزقه العرب، ولعب بعدها كاس الامم، كنا مهزقه الامم، وبعد كده لما خسر البطولتين طلع يقول لك انا عقدي في شرط التاهل لكاس العالم، انا مش جاي عشان العب كاس الامم ولا اكسب كاس العرب واحرق دم الشعب المصري كله. وبرده كان الاعلام بيطبل له، وبرده كنت بتلاقي معاه دعم وتطبيل من الشارع الكروي المصري في ظاهره ما كنتش فاهمها. ومعانا برضو لما لعب كاس العالم في المباراتين الفصلتين اتهزقنا خير تهزيق واتهنا شر اهانه من منتخب السنغال، المنتخب اللي فهمنا ان ده بعبع القاره، بعبع الكره المصريه والكره العالميه، وكل القارات بتخاف من منتخب السنغال. في ظل النهارده احنا كنا بنلعب منتخب بلجيكا اللي هو لو لعب منتخب السنغال هيكسبه بالراحه يعني وعلى المستريح، ولكن كسبناه عشان معانا مدرب، عشان معانا لعيبه متنقيه بمنطقيه، عشان معانا عين شافت اختارت لعبت، مدرب طبق افكاره، لعيبه عندها روح، مدرب عرف يتعامل نفسيا مع اللعيبه، حسسهم ان هم عندهم شخصيه، مش حسسهم ان هم تحت الارض وان هم دونيين وان انتوا اقل من كل الفرق وان انتوا اقل وان انتوا اقل وان انتوا اقل. فاحنا مضطرين ندافع، ولما نمسك الكوره بنرمي لصلاح في الحته الفاضيه، وصلاح بقى يعني ربك ينزل عليه الوحي ويلهمه ان هو يعمل قرار صح والحمد لله نكسب. عرفنا نكسب بجون نخطف وجري، عرفنا، ما عرفناش هنوصل ضربات جزاء، وساعتها برضو ربك يوفق الشناوي في ان هو يشيل لنا كورتين 3، او لو الشناوي اتصاب ابو جبل يشيل لنا كورتين 3. هو ده كارلوس كيروش وتجربته، وهي دي تجربه روي فيتوريا الحاليه مع منتخب مصر. وليكوا الحكم كمان مش على التجربتين بس، على الاعلام وتطبيله وزدته وقتها لكارلوس كيروش. ودي الرساله اللي انا بوصلها دايما للناس اللي بتشوفني ومتابعين اخواتي اللي بيتابعوني: ما تصدقش الاعلام الكروي المصري ابدا في اي قضيه يقولوها لك. لو قالوا لك يمين اعرف ان الشمال هو الصح، ولو قالوا لك شمال اعرف ان اليمين هو الصح. رساله لكل اللي كانوا بيدعموا كارلوس كيروش في وقت كارلوس كيروش: ازاي الحال دلوقتي؟ لحد هنا وتكون حلقه انتهت. اتمنى ان انا كنت ضيف خفيف على حضرتك، بقدر وقت حضرتك جدا، انا بحترم شخصك جدا. دمتم جميعا بألف خير، صلي على سيدنا محمد، ما تنساش دي اهم حاجه في يومك. السلام عليكم.